ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ايه ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. هنعرف فيه ليه عيلة ندى واحمد مراحوش فرح محمد حوارات، وكمان هنشوف لقطات للعيلة في الفرح وده هيكون حصري لينا، وهنعرف ازاي العيلة راحت الفرح وسافروا بايه. ومعانا احلى واجدد تيك توك للعيلة وهم في القاعة وكمان في الطريق، هيعجبكم جدا. وكمان هنعرف سبب زعل السندريلا غزل وليه عيطت، وايه هي الكارثة اللي حصلت للامير يزن. بجد هيصعب عليكم قوي. واخيرا هنعرف اصابة بيبي حياة وازاي اتعورت جامد ومين السبب. فيديو اليوم حلو جدا وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ. وهنبدأ بعيلة ندى واحمد وازاي هما مراحوش الفرح مع باقي العيلة. والحقيقة عرفنا ان ندى واحمد في اخر لحظة غيروا رأيهم واعتذروا عن الفرح. والسبب يا جماعة ان مستر احمد مشغول جدا وبيحضر لمفاجآت كتيرة قوي. كمان أمنية القوة زي ما قلنا الفيديو اللي فات عندها امتحانات وما كانش ينفع تروح. تعالوا بقى لاستعدادات العيلة للسفر. والحقيقة العيلة سافرت بالباص ومش بالعربيات بتاعتهم، طبعا خدوا معاهم البيبي سيتر عشان ياخدوا بالهم من الأولاد. وفي الطريق دخلوا يفطروا في واحة عمر، وهنا كانت العيلة وصلت مكان الفرح. وكمان قابلوا نيرة حوارات، طبعا نزلوا في غرفة ليوم واحد وهو يوم الفرح وهيرجعوا على طول. وبالنسبة لسؤال الفانز، العيلة لسه مسافرة ولا رجعت؟ لأ، العيلة النهاردة في اسكندرية. المهم انهم اول ما راحوا الفندق كانوا عمالين يدوروا على البسين. تعالوا بقى اقول لكم على الكارثة اللي حصلت للامير يزن واللي بجد هتزعلوا عليه جدا. الحقيقة يزن كان بيجري ورايح يخرج من باب الفندق، وفجأة يا حرام خبط جامد في الازاز وراسه ورمت جدا. احنا بجد اتخضينا قوي من الخبطة، بس الحمد لله ربنا ستر. الف سلامة عليك يا يزون. عاوزين كل الفانز يقولوا ليزن الف سلامة عليك. تعالوا نشوف لقطة الخبطة ونرجع تاني على طول. موت الصوت. ودلوقتي تعالوا نشوف ليه سندريلا غزل كانت بتعيط وزعلانة. والحقيقة غزل كانت ملهوفة جدا تنزل البسين، واتفاجئوا انهم ما ينفعش ينزلوا بلبسهم ده ولازم طبعا ينزلوا بالمايو. بس يا خسارة اي احلى ما عملتش حسابها، عشان كده غزل عيطت وزعلت جامد، كان نفسها تنزل البسين. لكن ايه صلحتها والموضوع عدى والحمد لله. كملوا معانا الفيديو عشان في مفاجأة جامدة جدا لكل الفانز. المهم كل العيلة جهزت للفرح، وبجد الاوتفيت بتاعهم كان زي القمر ما شاء الله عليهم. واللي لفت نظرنا هم هند وكوكي، كانوا لابسين نفس الفستان. تعالوا نشوف اول لقطة لعيلة الجمل في الفرح، ودي اللقطة الوحيدة اللي ظهروا فيها كويس. زي ما انتوا شايفين العيلة كلها كانت قاعدة على أول ترابيزة في القاعة، وظهروا بوضوح مرة واحدة. العريس والعروسة دخلوا القاعة، وهنا ندى حمو اتصورت هي والبرنس مع نيرة، وكمان اتصوروا مع كل المشاهير. تعالوا نروح لفاصل سريع جدا لأحلى تيك توك لآية أحلى ولكل العيلة، هيعجبكم جدا. اشرب ايه؟ قلت لها انا اشرب شاي. اشرب ايه؟ اشرب شاي. اشرب ايه؟ اشرب شاي. اشرب ايه؟ اشرب شاي. اشرب ايه؟ اشرب شاي. ونزلت سرح من البيت عالشغل عشان الحق اتوبيس، وطلعت ركبت بطل الكوكب وحش الكون عالتيك توك. دي اجمل بنت حط في دلعها باحلى عيون، بيغيروا منك من تبرن. شايفك انت كل وانت لو كنت اعرف من الاول ان حياتي هتتحول
الجمل، تعالوا دلوقتي واخيرا نعرف ايه اللي حصل لبيبي حياة، وايه هي المفاجأة اللي عملها مستر احمد لبيبي حياة عشان يصالحها. والحقيقة بيبي حياة طلبت من مستر احمد انه يركبها العجلة على البحر، وفجأة رجليها دخلت في العجلة واتعورت جامد. بجد صعبت علينا قوي، يا عيني رجليها مزرقة خالص. ألف سلامة عليكي يا حيوتة، عاوزين كل الفانز يقول لبيبي حياة ألف سلامة عليكي. أما بقى عن رد فعل بيبي حياة ضحكنا قوي، قالت لأحمد ما بتعرفش تسوق، ركبتني معاك ليه؟ وكمان قالت له روحني البيت، وده طبعا وهي بتعيط. المهم ان مستر احمد حب يصالحها وجاب لها بيت احلامها، بيت عائلة عمر. تعالوا بقى للضحكة كله والكياتة كلها، وهي بيبي أصالة كانت بتشد الورقة من بيبي حياة وعاوزة تاكلها. جلجل ضحكتنا قوي وقالت لها يا نهار أبيض، أنا مخلفة معزة ولا إيه؟ وده عشان سولا بتاكل الورق دلوقتي. احلى سولا دي في الدنيا. ويا جماعة سولا ما شاء الله بتحاول تتكلم دلوقتي، ربنا يحفظها هي واخواتها. ملحوظة مهمة جدا، مستر احمد طلع اسم الملكة على بيبي حياة، تفتكروا الاسم ده حلو ولا لا؟ قولولنا في الكومنتات. واخيرا مستر احمد شارك الصورة دي على الانستجرام وكتب فيها ابو البنات، احلى ابو البنات في الدنيا يا مستر. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهاش سؤال الفانز الفيديو اليوم هو ظهر معانا اسم امنية كام مرة؟ شوفوا الفيديو وحلوا السؤال وكملوا معانا عشان اسامي الفانز اللي فازوا في المسابقة. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.